اليوم استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فخامة السيد رئيس الجمهورية بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وفيما يلي بلاغ الديوان الملكي. في الفيديو جلالة الملك محمد السادس يستقبل فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واللواء السعيد شنقريحة في القصر الملكي بمناسبة الصلح بين الشعبين الشقيقين، ويعلن لأول مرة عن مفاجأة صادمة تهز المغاربة. لن تصدق ماذا حصل، ولكن إذا كنت تتفق بأن جلالة الملك هو أفضل ملك في العالم فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير أفواهكم بالصلاة على رسولنا الكريم. في مشهد غير مسبوق أعلن جلالته عن مبادرة جديدة تهدف إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من التعاون والأمل بين المغرب والجزائر، مؤكدا أن ما يجمع الشعبين أكبر من كل الخلافات. جلالة الملك وكعادته وجه دعوته الكريمة للرئيس تبون واللواء شنقريحة للحضور إلى المغرب وتناول الغداء على مائدة واحدة في القصر الملكي في جو من الأخوة والمصالحة من أجل فتح الحدود بين البلدين وبناء مستقبل مشترك من الازدهار والتقدم. هذه الدعوة ليست الأولى من نوعها، فجلالته حفظه الله طالما دعا الرئيس الجزائري إلى الصلح ومد يده بحسن نية، لكن الرد كان دائما التأجيل أو الرفض. ورغم ذلك يواصل الملك محمد السادس مساعيه الصادقة لتحقيق الوئام والوحدة، إيمانا منه بأن قوة المنطقة في اتحادها لا في انقسامها. لكن المفاجأة الكبرى جاءت في وقت حساس بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يؤكد مبدأ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتبر تحولاً تاريخياً في قضية الصحراء المغربية. هذا القرار قلب الموازين بالكامل وأرسل رسالة واضحة إلى العالم: الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، والمغرب ماض بثبات في حماية وحدته الترابية وسيادته الوطنية. وإذا ما قبل الرئيس الجزائري دعوة جلالة الملك للصلح، فستكون هذه اللحظة فاتحة خير كبرى بين الشعبين الشقيقين وبداية عصر جديد من التعاون والازدهار والسلام في المنطقة المغاربية بأكملها. الجميع يعلم أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه إنسان مسالم بقلب نقي، لا يعرف الحقد ولا يحمل الكراهية، وهي صفات ورثها عن أجداده الملوك العظام الذين جعلوا من المغرب أرض المحبة والسلام. وهذا ما جعل جلالته يكسب احترام العالم أجمع ويصبح رمزاً للقيادة المتزنة والرؤية الحكيمة. إنها لحظة تاريخية بكل المقاييس، لحظة فخر لكل مغربي وفرصة حقيقية للجزائر كي تعيد النظر في مواقفها وتفتح باب الأمل لمستقبل مشترك. وفي الختام نريد أن نسمع رأيكم أنتم مشاهدين الكرام. هل تتوقعون أن يقبل الرئيس تبون دعوة جلالة الملك محمد السادس للصلح؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.